الحكايه بدات لما ابوها وامها ماتوا وسابوها هي واختها لوحدهم. اتفقوا ان واحده فيهم تسافر تكمل تعليمها في فرنسا والتانيه تشتغل وتبعت لها فلوس تصرف بيها، وبعد سنتين يبدلوا الادوار. فعلا اختها سافرت باريس ودخلت كليه الطب في جامعه السوربون، وماري فضلت تشتغل عشان تصرف عليها. في ناس بيقولوا انها اشتغلت خدامه في بيت عيله وهناك حبت شاب من العيله دي وهو كمان حبها وعدها بالجواز، بس لما قال لاهله رفضوها وطردوها من البيت وهو كمان سابها. قلبها اتكسر جدا وكتبت في مذكراتها غلط كبير ان الواحد يربط نفسه باماني حد تاني مش شايفه في خطته. بعد كده ماري سافرت لفرنسا وكملت تعليمها، وهنا بدا الحظ يضحك لها. دخلت جامعه السوربون ودرست فيزياء ورياضيات، وهناك اتعرفت على بيير كوري اللي بقى جوزها وشريك حياتها وشريكها في رحله البحث. سنه 1898 الاثنين اكتشفوا عنصرين جداد اللي هم البولونيوم والريديوم، والراديوم ده عمل نقله علميه جباره خصوصا في علاج السرطان. وبعدها ب5 سنين سنه 1803 ماري وجوزها وهنري بكريل الثلاثه اخذوا جائزه نوبل في الفيزياء. لكن لما بيير مات سنه 1906 ماري قررت انها تكمل المشوار، بقت اول ست تدرس في جامعه السوربون، وفي 1911 خدت جائزه نوبل الثانيه في الكيمياء لاكتشافها الريديوم ودراسه خواصه. ماري ما اكتفتش بالعلم بس، لانها في وقت الحرب العالميه الاولى جهزت عربيات صغيره باشعه اكس علشان تساعد الدكاتره الموجودين في الجبهه، والعربيات دي كانت اشبه بالعيادات المتنقله وانقذت الاف الجنود من بتر اطرافهم. ألبرت أينشتاين بنفسه كتب لها رساله وقال لها فيها حاسس اني لازم اقول لك قد ايه انا معجب بذكائك وحماسك وصدقك. وفي الاخر لما ماتت سنه 1934 اتكرمت بدفنها في البانثيون بباريس، وبقت اول ست تدخل المكان العريق ده بسبب انجازها العلمي، ولسه لحد النهارده الست الوحيده المدفونه هناك.